سبرايل ميكريكس الباك اليمين الأقرب للانضمام للأهلي الفترات اللي جاية لمنافسة محمد هاني. مين هو وإمكانياته إيه وأرقامه وكل حاجة هتعرفها عنه في الفيديو ده. بس اعمل كوباية الشاي المتينة بتاعتك ودوس لايك واعمل متابعة ويلا بينا. اولا سبرايل عنده 25 سنة يعني في البيك بتاعه، وكمان زميل بن رمضان في فريقه المجري وليه اصول مصرية، بس هقول لك القصة دي في نهاية الفيديو. سبرايل لعب الموسم اللي فات مع فريقه 52 ماتش، يعني اغلب الماتشات تقريبا سجل زي ما سمعت كده، سجل خلالهم هدفين وصنع 8، يعني ساهم في 10 اهداف. ولكن في نقطة سلبية جدا رقميا، وهي حصوله على بطاقات صفراء بشكل مبالغ فيه. حصل على 9 بطاقات صفراء الموسم ده، والموسم اللي فات كمان حصل على 8 كروت صفراء برضه. طيب الراجل ده متأسس في بروسيا دورتموند، يعني المدرسة الألمانية يا إبراهيم، بصوت تامر بدوي، يعني التزامه وقوة ونسبة الخطأ قليلة جدا. أهم ما يميز الراجل ده سرعته ومهارته، بيقدر يعدي 1-على-1 بمنتهى المهارة ويكلفت المدافعين بشكل كويس جدا في مسافات صغيرة، وبيقدر يسجل كمان ويسدد بشكل كويس. أداء الدفاع متوسط شوية، هجوميا أفضل بكتير ولكنه مش وحش، على الأقل أفضل من هاني وعارف واجبات مركزه، وكمان قوي جدا عكس محمد هاني السرحان دايما في الحتة الدفاعية. تعال أوريك كده هدفين لسبرايل ونحللهم ونشوفهم مع بعض ونشوف كفاءته الهجومية. وده أول هدف ليه، طبعا واضح السرعة والمهارة واتخاذ القرار السريع في ثواني. خد المدافع شمال وبعد كده أخده يمين، وبعد كده حط كورة قوية جدا في الزاوية الضيقة لا تصد ولا ترد من حارس المرمى عشان يسجل هدف جميل جدا جدا ليه والفريق، وتبين ان الراجل ده عنده امكانيات جبارة. تعال نشوف بقى الهدف التاني مع بعض. كورة مع دولالو وخد القرار في ثانية، برضه قرار صح جدا، حط وش رجله في الكورة في الزاوية البعيدة لا تصد ولا ترد، وبيسجل برضه هدف جميل وقرار أجمل، غير عرضياته المميزة اللي قدر يسجل منها المهاجمين 8 أهداف الموسم الماضي. تعال بقى، هل الراجل ده هيجي فعلا ولا لا، وإيه قصته من الأصول المصرية؟ تعال أقولك كل حاجة في القصة دي. بس قبل ما اقولك عايزك تتمتع معايا وهو بيرقص في 3 مدافعين بالكورة وكنتروله الرائع على الكورة اللي انت شايفه ده، والمدافع اللي نام على ظهره. القصة كلها بدأت لما نادر شوقي اتكلم كده وقال لك انا بخلص في باك يمين قريب جدا للنادي الاهلي. فطبعا العيون كلها راحت لكل الباكات اليمين اللي في الدوري المصري، مفيش ولا واحد عليه العين، فطلعت الاخبار على طول ان هو بيخلص في الراجل ده مع فريقه المجري. طب هل الراجل ده ليه اصول مصريه؟ هو الراجل ده فعلا ليه اصول مصريه، ومنتخب مصر كان بيحاول معاه من 6 شهور مثلا لسنه كده فاتت ان هو يجيب له باسبور ويلعب باسم مصر، ولكن للاسف المحاولات فشلت بسبب ان اصوله المصريه بعيده جدا ومعرفوش يخلصوا له القصه. فهل يا ترى الاهلي هيقدر يخلص القصه دي ولا الراجل ده هيجي يقيد اجنبي؟ انا من رايي سواء كده سواء كده الراجل ده لا غنى عنه، لان هيديك كواليتي مختلف تماما 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 في الباك اليمين، زي ما جربنا علي معلول كده في الباك الشمال لسنين وسنين وسنين. الراجل ده يجي 25 سنة يلعب لك مستريح 8 سنين، يعني لو ما مشيش يعني ان شاء الله زي وسام وزي غيره بعد ما يتألق. فيا ريت، انا اتمنى ان تكون هي فعلا الصفقه اللي نادر شوقي بيتكلم فيها، واتمنى اشوف الراجل ده بتيشيرت النادي الاهلي قريب جدا، لانه كواليتي هيرفع من مستوى الفريق وهيرفع من الحته الدفاعيه والهجوميه للباك اليمين، وعلى الاقل هيبقى في منافسه، ومحمد هاني مش هيبقى حاطط بطيخه صيفي في بطنه وعارف ان هو كده كده هيلعب. قول لي ايه رايك في سبرايل وايه رأيك في الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رأيك في الكومنتات في اللعيب. وبس كده، سلام.